يا مرحبا بحنان. مرحبتين، أهلا وسهلا. طبعا بداية حابين حنان تعرفين من هي حنان وتعطينا نبذة عن معهد رمسة المميز. معك حنان الفردان من مواليد دبي، وعندي ماجستير في إدارة السياسات التعليمية، شغوفة جدا في التدريس، ولذلك أسست معهد الرمسة قبل 12 سنة في 2014، وشهر 6 إن شاء الله بنكمل 12 سنة. ما شاء الله. وأنا لاحظت أن قلتي شغوفة في التدريس، يعني مش التدريب أو التطوير. والله أنا بديت أدرس وأنا عمري تقريبا يمكن 10 سنوات، أدرس الله. أخوي الصغير وكنت يوم أدرسه أطلب حتى من الوالدة فلوس. فمن يومها عندي يعني ندمج البزنس ودمج التدريس مع بعض. بالعكس حلو. زين خبرينا كيفية الفكرة. كنت أشتغل في جهة حكومية في دبي، وعندنا وايد أجانب يبون يتعلمون الرمسة الإماراتية، فبديت أدرسهم بشكل تطوعي، واكتشفت يعني مجرد أني بديت أدرس علاقتي معاهم تغيرت وايد وصارت للأحسن. كيف بديتي يعني تعلمينهم أو تدرسينهم؟ والله يمتني واحدة اسكتلندية وقالت لي أبغى أتعلم الرمسة، فقلت لها بدرست اللغة العربية الفصحى، فقالت لي لا أنا أبغى أتعلم الرمسة لأن يوم أبغى أدخل الاجتماعات يتكلمون الرمسة الإماراتية. الرمسة الإماراتية، وقال معنا في الاجتماعات نحن أغلب الاجتماعات باللغة الإنجليزية، ولكن فجأة تغيرون بالعربي وتضحكون، فتقولي دائما يعني I miss the fun. إنه ما الحين هاي القصة من 12 سنة؟ من 12 سنة. أوكي. فبالتالي تقولي أبغى أتعلم الرمسة، فقلت أوكي بالعكس خلني أجرب، وقالت لي حتى مستعدة أدفع، فقلت لها لا خلاص في البداية خلني أبدأ وأدرس. فجلست أبحث كتب وأدور أشياء تساعدني في التدريس، ما حصلت أي شيء. جميل. فقلت خلنا أسوي أنا قائمة بالكلمات المهمة الأساسية اللي يقدر الشخص يتعلم، اللي هي التحية، الأرقام، الأسئلة. حلو. فبديت مع وحدة اسكتلندية، وفجأة بعد كم أسبوع حصلت 6 معايا. أوكي. فقلت أول مرة، يعني عادة تعرفين أنت في مجال التدريب يعني تبدين ب6 وينتهون آخر ب1. بالضبط. معايا أنا صار العكس. هي. فقلت لا أكيد في اهتمام، أكيد في رغبة. حلو. وعلاقتي تغيرت مع الموظفين بشكل يعني أفضل. فقبل بما أنك أنت الإماراتية، فدائما يشوفوني أني يمكن أخذ وظيفتهم، فدائما في هالحساسيات. بالضبط. أما بعد التدريس تغير الوضع تماما، وصار في قبول حقيقي واندماج حقيقي. وبالعكس يعني هذا الشيء أتوقع أن أنت عكستي الهوية الإماراتية. صحيح. فكنت مثلا كنت أخبرهم أن أنا إماراتية، وأني كنت أدرس أنا ماجستير وأشتغل. فكانوا هم بصراحة يعني ينعجبون، يقولون نحن نعرف الإماراتيين يشتغلون، ولكن ما كنا ندري إن يقدرون يسوون أكثر عن 3 أشياء في نفس الوقت. جميل. زين فالحين البداية حنان أن أنت كنتي يعني خلينا نقول بداية كان تطوع، صح؟ أن أنت علمتي ودرستي زملاء لك في العمل. صحيح. الرمسة الإماراتية. بعدين كيف جت فكرة المعهد؟ بصراحة يعني مريت بعدة قصص وتجارب، وصادفت منتر أو مرشد مهني ساعدني أن أرتب أفكاري ومستقبلي في الحياة المهنية. جميل. فيوم كنت حتى أسوي مقابلات دوام عند الشغل، فالكل ما حد يسألني عن خبرتي الحقيقية إلا في الجهة الحكومية. يسألوني كله عن التطوع، شو تدرسين وكيف تدرسين ومن الطلاب. فحسيت أن الاهتمام هناك. فمع الإرشاد المهني، وهالشيء واضح يعني حس أساسي لكل شخص يداوم، أنه يفهم حياته الوظيفية، مسار الوظيفي. أوكي. أو شغفه. فهو اللي ساعدني. طبعا دائما أوجه له تحية، أستاذ عمار شمس، وساعدني وقال لي إن ليش ما تفتحين معهد، وهو اللي اقترح علي حتى بصراحة اسم معهد الرمسة. واو، شكرا صراحة الأستاذ عمار يعني دائما أذكره، دائما أدعي له بكل خير بصراحة، لأن في بعض الأحيان يعني النصيحة ما تكون بس نصيحة، تغير حياة إنسان أكيد. بشكل كامل. بالضبط. وحياتي يعني تغيرت وايد يعني بعد الرمسة. جميل. أوكي. فحنان قولي لنا في البدايات من 12 سنة يوم بدأ معهد رمسة، أوكي، يعني كيف كانت خليني أقول القصص، كيف كان يومياتك، شو ردود فعل الناس لما عرفوا أن حنان فتحت معهد رمسة؟ طبعا في البداية كان صعب، أي شيء بتسوينه جديد لأول مرة، وأنا عندي خبرة في التدريس، أحب أدرس وشغوفة في التدرس، بس ما عندي أي خبرة في البزنس. طبعا كل الناس اللي يبون يفتحون بزنس او اغلبهم يفتحون يا كوفي شوب يا محل عبايات. ايامي كانت كب كيك صح قبل 12 سنه تقريبا. فانا يعني حتى يمكن اروح مؤسسه محمد بن راشد لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه، يوم مجرد أن أروح أطرح الفكرة كان في إعجاب للفكرة. بس دائما بس في تشكيك من ناحية البزنس، خصوصا لأن يقولون منو يبغى يتعلم إماراتي، خصوصا في دبي لأن الكل يبغى يتعلم إنجليزي. بالعكس
فقبل 12 سنة ما كان في هذا الوعي، وخصوصا يعني لما أتكلم مع المواطنين يعتقدون الإنجليزية هي الأهم، وبالتالي ما كان في هذا الدعم المباشر والواضح، لدرجة أن حسيت أني يعني كل ما أطلب المساعدة مثلا المالية أو ما كانت الأفكار واضحة، وجزء منه يمكن أنا ما كنت مستعدة. وأنا أحمد ربي يعني الحمد لله أن ما أخذت يعني في أي قرض أي دين أي شيء، وبديت المشروع بشكل صغير وبدعم بعد من غرفة دبي. عندهم كانت مبادرة اسمها تجارة دبي، أعطوني الإرشاد. وأحس في ريادة الأعمال يعني الميزانية مهمة، ولكن الأهم الإرشاد. صحيح صح. كيف الناس والتوجيه، لأن كيف يوجهونك تستخدمين الموارد المالية والموارد حتى البشرية بأفضل طريقة ممكنة. جميل. يعني هي مش خبرة إدارة أعمال كاملة يعني. فأنا ما عندي خبرة، وأنا أصلا حتى ماخذة كنت كورس بزنس في الجامعة، وكنت جبت أقل درجة. فأنا قلت حتى أنا مو مال بزنس، ولكن يعني دخلت بشغف ودخلت بإصرار، وقلت يعني أنا يوم دخلت هالمجال يعني أنا بفتح المعهد، يعني بفتح المعهد. جميل. فيوم حتى يمكن نقدم أن نحن بنفتح في الجهات الحكومية نقدم على التراخيص، رفضت من دار الاقتصادية، من هيئة المعرفة. فكل مرة يعني حتى مجهزة معايا الأبيل لتر أو رسالة إعادة النظر، فأروح أقدمها دائما لأن خلاص تعودت على الرفض. أوكي، بس من هاي التجربة بالعكس أنا دائما أشوف هاي التجارب اللي هي خلينا نقول نكون فيها إن نرفض أو يكون فيها تحدي، في شيء نتعلمه أو في شيء ندركه إنه لازم نحسنه، أو على كلامك إن إحنا we are not ready. صحيح. فشو الرسالة اللي أنت تعلمتيها وقت كان يجيلك خلينا نقول الريجكشن أو الاعتذارات؟ كنت أقول حق نفسي إن في البداية طبعا كنت أزعل واتضايق، بس يعني ما هو شيء طبيعي، لازم نوضحنا شيء طبيعي. بس أهم شيء الواحد ما يغير رايه. صح. يعني لا مش يكون عنده شجاعة في التمسك في قراره، كنت متمسكة في حلمه، متمسكة جدا يعني بالحلم هذا. فبالتالي شو اللي سويته؟ فكنت أقول أي رفض معناته لا الحين في هذا الوقت في هذا الزمن في هذا الظرف. بس لو غيرت شوي في المعادلة مو بشرط بحصل لا. صح. فيوم أرد أقدم مرة ثانية إعادة النظر أنقبل. جميل. فكنت أعرف مرات يمكن مثلا المدراء اللي عندهم صلاحية معينة وما يفهموني، ففي مدراء أعلى بيفهموني. جميل. فتعودت على الرسالة وأحب الرسالة هذه يعني. فصرت يعني أفتخر بهذه الرسالة ولا أتضايق، ولين الحين خلي حد يقول لي لا. You are ready. I'm ready. وعارف إنه مستحيل هذا لا يستمر يعني أكثر عن 3 شهور. جميل. أغير في التوقيت، أغير في طريقة الكلام، أغير في شيء معين في المعادلة، لأن الحياة عبارة عن مدخلات ومخرجات. جميل. فإذا ما باه المخرج ما باه لا، معناته أغير شوي في المدخلات. جميل. وأتوقع حنان إن هذا الشيء أيضا علمت المرونة. يعني شوف أنا لاحظنا في البداية قلتي كنت أزعل، بعدين إنه صار لا يقولون لا، وبعدين أنا أكيد في يوم بيقولون نعم. فخبرينا عن المرونة ولين اليوم بعد 12 سنة خبرة. أنا والله يعني أتوقع يعني أنا مرنة جدا، وحتى الفريق اللي أتعامل معه عندي الحين موظفين، عندنا أكثر عن 15 موظف في معهد الرمسة، مرنة معاهم جدا. وحتى دوامنا نحن مرن بين الأونلاين والدوام في المعهد. جميل. وحتى مع الطلاب نحن عندنا سياستنا جدا مرنة، وتعودت بعد أني أكون يعني منفتحة للأفكار الجديدة. جميل. ودائما أقول في فرص موجودة حوالينا وايد، التحدي أن نحن عندنا وايد فرص وما نعرف شو نختار. صح. مش عندنا قلة فرص. صح. أقول في الإمارات دولة الفرص. صحيح. فوايد فرص موجودة، وعندنا الحمد لله الإدارة والمسؤولين دائما عندهم هذا الانفتاح ويسمعون. صحيح. بس علينا نعرف كيف نطلب ومتى نطلب. السؤال الأول أن ليش اتجهتي أن تعلمين اللغة الإماراتية مش اللغة العربية الفصحى؟ والشيء الثاني مش سؤال، إنه لازم نوضح حق العالم شو معنى كلمة رمسة. احنا خذتنا السوالف وما تكلمنا يعني شو يمكن رمسة أهل الإمارات بس يعرفون شو معناها. إن أتوقع أنه مصطلح بلونج للإمارات، مو متأكدة إذا في دول الخليج الثانية. صحيح. ففي الإمارات عندنا نحن الرمسة اللي معناته بالفصحى الكلام أو الحديث. بالضبط. وهي كلمة هذه فريدة تتفرد فيها دولة الإمارات باللهجة الإماراتية. عندنا في الكويت والبحرين يقولون حكي. صح. في بعض اللهجات السعودية يقولون هرجة. في عمان أتوقع يقولون لك حكي أو الكلام. يعني أو يمكن في بعض الأجزاء من عمان يقولون بعد حتى رمسة. بس يعني أي حد يقول رمسة يعرفون على طول إماراتي. بالضبط. أوكي، فليش اخترتي أن تعلمين في معهد الرمسة الإماراتية مش اللغة العربية الفصحى؟ نعم،
بصراحة يعني أنا لأن عندي بعد ماجستير في السياسات التعليمية، فأغلب الأشياء اللي أسويها تكون بناء على البحوث. جميل. والبحث مش معناته أنه لازم أفتح الكتب والمناهج، ولكن أن أول شيء أهم سؤال نسأل نفسنا ليش نحن اليوم بنوفر هذا الشيء كمنتج كخدمة. فاكتشفت أن ما في أي معهد في داخل الدولة أو خارج الدولة يدرس أصلا اللهجة الخليجية. اللهجة الشامية موجودة، اللبنانية موجودة، المصرية والله. موجودة. هاي نتعلمها في المسلسلات بعد، قولي يمكن وعندهم حتى جامعات ومعاهد متخصصة. جميل. لأن قبل كانوا الأوروبيين يبون يتعلمون عربي يروحون مصر. إلى الآن يعني في منهم يروحون مصر، بس يتعلمون اللهجة المصرية واللغة العربية. يتعلمون اللغة العربية الفصحى بالإضافة إلى اللهجة المصرية المحلية. يعني تشوفين عادي صيني يتكلم لك مصري، أوكي. كوري يتكلم لك مصري، ولكن ما في شيء في اللهجة الخليجية. واكتشفت أصلا يعني بشكل عام العالم العربي مش مهتم كثير باللهجات، اللي مهتمين أكثر شيء الأوروبيين. فالجامعة اللي تدرس أصلا اللهجات العربية تكون في لندن أو تكون في أمريكا، عندهم حتى تخصصات ماجستير في اللهجات العربية. ولكن نحن هني في الإمارات أو في الخليج بشكل عام ما عندنا أي شيء خاص باللهجة الخليجية أو الإماراتية. فلذلك أنا قررت أن أركز على الفجوة. قلت إن اليوم إذا أنا بدرس اللغة العربية الفصحى، وايد معاهد في الوطن العربي وخارج الوطن العربي يدرسون اللغة العربية الفصحى. صح. ولكن إذا بدرس أنا اللهجة الإماراتية بكون المعهد الوحيد. صحيح. وفعلا يعني نحن تقريبا لأكثر من 10 سنوات كنا نحن المعهد الوحيد اللي ندرس فيه الرمسة الإماراتية. وحتى الحين لو في معاهد ثانية يكونوا أصلا يعني اللي طلعوا من عندنا صاروا فتحوا معهد ثانية يعني. أوكي. بس حنان يعني في شيء يعلى في بالي. يعني أنا الحين أشوف التحديات اللي موجودة ومستوى خلني أقول اللهجة الإماراتية أو الرمسة الإماراتية عند عيالنا. أتوقع يعني يحتاج تطوير أو يحتاج لفتة. أوكي. فممكن حتى معهدكم يعني ينظر في استراتيجيات أن نتأكد أن عيالنا أن يضبطون اللهجة الإماراتية أو الرمسة الإماراتية. فشو رأيك؟ فهذه النقطة جدا أساسية. وبس قبلها لازم نفهم شيء، أن في عندنا نحن اللغة العربية هي لغة عربية فصحى فيها قراءة وكتابة ومحادثة واستماع. فطبيعة اللغة العربية أن فيها هاي ثنائية اللغوية، الثنائية اللغوية اللي هي أن عندنا نحن القراءة والكتابة بتكون باللغة العربية الفصحى، ولكن دائما المحادثة والاستماع باللهجة. بغض النظر أنا في أي دولة عربية اليوم، سواء كنت في الإمارات أو في مصر أو في الجزائر. أوكي. فبالتالي نحن صار تركيزنا في اللهجة اللي هي شو لغة محادثة واستماع. أوكي. يعني نحن ما نكتب باللهجة إلا في الواتساب. صح. في الأشياء الغير رسمية. بالضبط. أما الأشياء الأساسية في الكتب والمناهج هذه كلها لغة عربية فصحى. بالضبط. فأي شخص اليوم من الإمارات أو من مصر أو في الجزائر يقدر يقرأ نفس الكتاب. وكلنا نفهم نفس الشيء. صح. ولكن يوم نتكلم بشكل مختلف. صح. بالضبط. فهني اللي نحن ركزنا عليه أن نحن نبغى ندرس للأجانب الشخص الغير ناطق باللغة العربية. يعني عندي من اسكتلندا أو من الهند أو من استراليا أو من فرنسا، هذا أبغى علمه أنا الرمسة الإماراتية أو اللهجة المحكية. جميل. فبالتالي أركز فيه أنا على المحادثة والاستماع وعلى الكلمات اللي نستخدمها نحن في الحياة اليومية، ما علم القراءة والكتابة. يعني نحن عادي يدرس عندنا يعني كم من مستوى وما يعرف يقرأ ويكتب. يتكلم الرمسة. لأن أنتم تركيزكم على الرمسة. تركيزنا على الرمسة. وبالتالي يمكن تقولين أوكي بس كيف يقرأ؟ فنحن حتى مسوين هذا العربيزي أنه كيف ينطق الكلمة بالإنجليزي. أوكي. مثلا سلام نكتب له SALAM. أوكي. فهاي بهالطريقة هو ما يحتاج يقرأ ويكتب. يعتمد فقط على المحادثة والاستماع. فأي طالب عندنا يعرف يقرأ وما يعرف يقرأ يقدر يحضر نفس الكورس. جميل. فبعد الكورس الواحد أصلا يقدر يتكلم. لأن نحن تركيزنا أصلا على المحادثة والاستماع. على الرمسة. بالضبط. زين في حنان مستويات ولا يعني كيف الطريقة عندكم في التدريس؟ نحن بما أن بدينا هذا المشروع يعني من الصفر، وأصلا ما عندنا حتى يعني أي مجال للمقارنة المعيارية. فبالتالي قدرنا نحن نسوي كل شيء. جميل. فسوينا نحن المناهج. فسوينا نحن المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، وسمينا هذا كله أنتو بيجنرز. وخذنا بعدين المستوى يعني اللي هو B1 وB2 وB3، ها سميناه الانترميديت والأدفانس. فصار لنا عندنا مستويات، فالطالب يقدر يحضر معانا مستوى واحد أو يكمل معانا لين آخر مستوى. واكتشفنا أصلا ما في عندنا نهاية مستوى. دائما في مجال أن الطالب يتعلم شيء جديد. جميل. فقاعدين نحن نكمل يعني قدر الإمكان المستويات الأخرى، أن نخلي كل الطلاب من مختلف المستويات يتعلمون إماراتي.
سؤالي حنان، في تعاون مثلا مع جهات حكومية خاصة، شو يا على بالي وانت تتكلمين الحين، الموظفين اللي يشتغلون في وظائف الكاستمر سيرفيس، خدمة العملاء، خلينا نقول لتسي في مجال الفنادق، في مجال المطاعم، هل عندكم يعني تعاون مع جهات أو شركات خاصة ولا أفراد اللي يولكم عادة؟ بشكل عام نحن تركيزنا 90% على أفراد، وبس عندنا 10% منهم شركات. درسنا نحن دبي ديوتي فري، سوق دبي الحرة. جميل. ودرسنا الموظفين اللي يتعاملون مع الكاستمر والعملاء باللهجة الإماراتية. وندرس دائما شركات، وخصوصا يعني لاحظوا ان اليوم شعور الانتماء وايد مهم. بالضبط. واللغه جزء اساسي يعني من الانتماء. اليوم كيف تنتمي انت لبلد؟ صح. كيف تحط لك جذر اذا انت ما تفهم لغته؟ صح. واللغه مو بس يعني كلمات وعبارات. يعني حتى مثلا ما في منهم يشترون الدكشنري القاموس ويتحرون هذا كفايه. اقول لهم لا، يعني لازم انت تفهم القصه اللي وراء هذه الكلمه. صح. فاليوم مثلا حتى يقولون لي في البدايه والله نتحرى الاماراتيين يعني ما يقولون بليز. ليش ما يقولون شيء لهجتهم؟ فاقول لهم ترى نحن في لهجتنا يعني ما نحتاج اصلا كلمات اضافيه عشان نكون مؤدبين. نحن اوريدي مؤدبين. بالضبط. انتم اللي تحتاجون باللغه الانجليزيه. فيها لباقه اصلا. فيها لباقة. يعني اليوم مثلا تروحين عند الجوازات ما يقولش لو سمحتي اعطيني الجواز، يقولش الجواز. وهذا شيء يعني على الاسلوب وعلى النبره شيء مهم. فيقول ذاتس واي يعني نحن ما يقولون هالشيء، لان اصلا في لهجتهم مش يعني هالكلمه دارجه وايد كلمه بليز. بالضبط. نحن نقول السموحه، نقول اذا تقدرين او اذا في مجال. صح. بس يعني ما نقولها دائما، خصوصا لكاستمرز عندنا طابور. صح. بعدين في اشياء ثانيه يعني البودي لانجوج، عند طريقه يعني التعبير، النبره، يعني هذه تعبر عن الاحترام. بالضبط. الابتسامه. فدائما اقول لهم يعني نحن ما نحتاج كلمات. حتى مثلا كلمه اسف او اسفه يعني مش من الكلمات اللي دائما الاماراتي يقولها. اقول نحن نستخدم كلمه السموحه اكثر. صح. بالضبط. بس هم في لغتهم كلمه سوري اكثر. فيصيرون يفهمونا. فمجرد يفهمونا فيحسون اصلا يعني انه بالاندماج اكثر وبالرغبه بالتواصل اكثر. جميل. وعندي على فكره وايد اجانب يقولون احنا ما تعاملنا ويا اماراتيين. مجرد ان يتعلمون اللهجه فجاه يكون سهل الاندماج. فجاه يقول نحصل وايد اماراتيين في حياتنا. فاقول لهم فعلا بوابه، ونعلمهم نحن بعض الكلمات والعبارات اللي تفتح قلوب المواطنين. صح. بالضبط. خصوصا اذا الخدمه فيها، قاعده انا افكر يعني خدمه العملاء اللي فيها كبار المواطنين، خليني اقول يعني إذا يا شخص وتكلم كلمة إماراتية وايد تسوي أثر. أكيد. يعني أنا والله عندي أطباء يتعلمون معنا دكتور وعنده مترجم. أغلب المستشفيات فيها عندها مترجمين. جميل. يعني بس يقولي لا أبى أتكلم اليوم مع مثلا هاي التي الحرمة الكبيرة، أقول لهم مايا، أقول أبويا. فيقول لي الدكتور قبل أنا أسأل لهم إيش حالكم، إيش أخباركم، يقول الحمد لله بخير. يقول إذا أنتم بخير جايين المستشفى. فأقول لهم لازم ما تسألهم هذا السؤال لأن هذا مجرد تحية. بالضبط. لازم تسأل أنت وين المشكلة أو وين الألم. بالضبط. فهني هم بيخبرونك وين الألم. أنا للحين أبوي ما شاء الله يعني مريض، بس تسأليني إيش أخبارك، الحمد لله بخير، الحمد لله ما فيني أي شيء. صح. بس لو وين الألم بيقول والله أنا في شوية ريول تعورني. لهم بعد ما بيقولون يعني شوية. فقل طبيعتنا نحن دائما يعني نشكر الله على أي حال. جميل. يعني حنان، أنت الاستراتيجية اللي تتبعينها مو بس تعلمين الرمسة والثقافة أيضا، والقصة وراء يعني كل كلمة أو كل رمسة من رمستنا. يعني وهم وايد يحبون يتعلمون. على فكرة الأجانب عندهم رغبة كبيرة في التعلم ويحبون هذه التفاصيل ويحبون القصص. جميل. وتربط فيهم الكلمات يعني صح. مع بالمعاني، فيحسون بالتأثير أكبر. صح. وبعدين هذا الأثر يعني شوف إحنا مرات نسافر سفرات بسيطة، يعني نروح الصيف مكان، ولما نتعلم كلمة ولا كلمتين نحس إنه واو، يعني إن تعلمنا مثلا إيطالي ولا تركي ولا. بالضبط. ونستانس. أنا رحت والله إيطاليا حق إكسبو في 2015 وحبيت اللغة الإيطالية. فرجعت البلاد تعلمت اللغة. جميل. فيوم تسألني المدرسة ليش تتعلمين، أقول أنا حابة اللغة كلغة ككلمات كنغم. خلاص أصلا أنت حنان تخصص لغات. اللغات أتعلم يعني. أوكي حنان، هني عندي سؤال. أوكي، ذكرتي لي عن السياح أو الأجانب اللي يجون يتعلمون، هل في خليني أقول طلاب عندكم إماراتيين يبون يتعلمون الرمسة الإماراتية؟ طبعا في بداية مشواري أنا تفاجأت أن عندنا إماراتيين والطلب قاعد يزيد. والسبب الأساسي اليوم أن الشخص إذا ما تعلم اللهجة الإماراتية في البيت من الأهل من الأم والأب صعب أنه يتعلم من أي مكان ثاني. فعشان شيء يعني أنا حتى قررت أدخل بنتي مدرسة حكومية وأكلمها عربي، لأن أنا أقول لها الإنجليزي بتقدر تتعلم من أي مكان. صح. من التلفزيون، من اليوتيوب. أريد يعني أنا يعني على هالنقطة أريد أشاركك. يعني إحنا يمكن في غلطة إحنا كأولياء أمور
يعني في مجموعة كبيرة غلطتها، كنا نفكر أن نبغى نقوي عيالنا باللغة الإنجليزية، بعدين يعني اكتشفنا أن لا، الرمسة الإماراتية أو يعني لهجتنا هي الأهم. صحيح. نفس ما ذكرتي أنه ممكن يتعلمونها بعدين. يعني ومهما كان أنا اليوم يعني مثلا حتى لو غلطت بالإنجليزي، ترى أنا مو بنيتيف سبيكر، عادي أقدر أغلط. بس تخيلي لو أنا اليوم مثلا عربية وكلامي كله مكسر. فشو تجربتهم المواطنين اللي تدربوا؟ والله تفاجأنا أن بعض المواطنين أصلا اللي ما يعرفون أبدا وحالهم حال الأجانب، واللي دخلوا مدارس خاصة، دخلوا مدارس خاصة، ومرات يصادف أن أغلب الأحيان الأم أو الأب يعني غير عربي. فبالتالي أو بعد أنهم يكونوا عايشين حياتهم في الخارج ورجعوا الإمارات، فالإمارات عشان الخدمة الوطنية. بالضبط صح. وأسباب أخرى. فبغض النظر عن الأسباب، دائما يعني يجيني هذا الشخص الإماراتي أصلا يعني متلوم ويحس بالندم أنه هو ما تعلم، ونفس الوقت يقول لي أنا مو ذنبي لأن أهلي ما علموني. جميل. فأنا أريد أوجه رسالة. شكرا حنان أن أنت ونحن نقدم القليل، يعني نحن إلينا نقدر نساعد، لأن هم لازم يتعلمون اللهجة الإماراتية بشكل مختلف عن الأجانب. بالضبط. الأجنبي إذا قال الحمد لله بخير خلاص أموره طيبة. أما الإماراتي لا، لازم يتكلم نفس إماراتي. جميل. والتحدي يصير أن أغلبهم يتكلمون إنجليزي فتحرونهم خقة، يعني أنه خقاق عشان شيء ما يتكلم بالعربي، ويقول لي بس أنا ما عارف أصلا عربي. صح. أوكي، بناء على هالحديث حنان، شو الرسالة اللي أنت حابة توجهينها؟ ودي أوجه رسالة لكل شخص يعني متزوج اليوم، شخص غير إماراتي بغض النظر اليوم عن جنسية، أنه يعلم عياله اللهجة الإماراتية، لأن إذا ما تعلم في البيت بصعوبة بيتعلم برا. يعني صحيح. حتى نحن في معهد الرمسة مو بسهل ندرس طفل أو ندرس شخص كبير الرمسة الإماراتية، وخصوصا نحن عندنا وايد كلمات وايد عبارات صح. لازم يتعلمها في البيت. واللي يصير يعني عادة أن الأب أو الأم ما يتكلمون عربي في البيت، فبالتالي البيت كله يتكلم إنجليزي. فإذا في شخص عربي سواء كان الأب أو الأم، وعادة الأب اللي مفروض يعني خصوصا إذا كان هو إماراتي يتكلم إماراتي في البيت. صح بالضبط. ويخلون اللغة الأساسية في البيت بالضبط. عربي بالضبط. ولا تحاتون الإنجليزي، ترى الإنجليزي بتتعلمونه بيتعلمه بسهولة من أي مكان يعني. صحيح. أوكي حنان، هل تشوفين أن السبب خلينا نقول ابتعادنا عن اللغة العربية أو أن الرمسة الإماراتية خصوصا للأجيال الصغيرة هي أن إحنا نفكر أن اهتمامنا باللغة الإنجليزية أهم، سواء في التعليم كطريقة كلام في أسلوب الحياة؟ والله أشوف أن البعض يعتقد أن عدو اللغة العربية هو اللغة الإنجليزية، وهذا الكلام غير صحيح، لأن نحن نحتاج اللغة العربية واللغة الإنجليزية كذلك. والإنسان قادر أن يتعلم أكثر عن لغة في نفس الوقت. صحيح. فبالتالي يعني اللي أحسه في اللغة العربية التحدي أن ما عندنا نحن وايد مصادر تعليمية، واغلب المصادر التعليميه تكون قديمه او مش مواكبه العصر. نحن او حتى طريقه التعليم تحتاج، طريقه التعليم، طريقه العرض، هالاشياء كلها لازم نشتغل عليها. المحتوى العربي عندنا نحن ضعيف بشكل عام. فاليوم شخص مثلا يبغى يشوف برامج حل الاطفال باللغه العربيه تكون وايد اقل عن مثلا متوفر باللغه الانجليزيه. فاللي ساهم في انتشار اللغه الانجليزيه هو الانتشار هذا الواسع، المصادر التعليميه. تشوف تدخلين في الانستغرام، في تيك توك، في اليوتيوب، تحصلين أنواع وأشكال صح. مختلفة. أما في اللغة العربية يكون جدا محدود. يعني نحن في معهد الرمسة الحساب الوحيد اللي يدرس الرمسة الإماراتية للأجانب. وعلى فكرة نحن مو بس الأجانب اللي موجودين في دولة الإمارات يتعلمون، عندي حتى اللي في الخليج. جميل. لأن يقولون نحن ما في يعني لهجة سعودية أو لهجة كويتية أو بحرينية أو قطرية يعني يعلمون، فبالتالي يتابعونا نحن، لأن نحن اللهجة الوحيدة. وعندنا نحن طلاب حتى من خارج الدولة. أنا يوم صرت أذربيجان تفاجأت، يعني في سياح يتعلمون او المرشدين السياحيين اللي في اذربيجان يتعلمون لهجتنا. يقول لنا نحن عندنا وايد سياح من الخليج، فتفاجأت انهم عرفوني وسلموا علي يقولون نحن نتابعك ونتعلم منك. على فكره انا يعني الحين ذكرت مره كنت في فندق في المانيا، كانوا في الاستقبال كلهم يقولون مرحبا الساعه. اتوقع المتدربين من عندك حنان. ودائما يعني يوم اسافر اي دوله انا اقول يعني معقوله هم بعد يتعلمون، او معقوله في حد بيقول لي انا اتابعك، وفعلا احصل. جميل. لان فعلا يعني هم يبون يتعلمون بس ما في مصادر. فهل نحن اليوم نلومهم هم ولا المفروض نلوم نفسنا ان نحن ليش ما نوفر هالمصادر حقهم؟ بالعكس، يعني ان يعني استراتيجيه معهدكم يعني راح توفر يعني الكثير، وخصوصا الحين احنا في زمن نقدر نتعلم خلينا نقول اي منهج من طريق الامور الالكترونيه المتوفره ومجانيه. بالضبط. ودقيقه يعني الريلز كم مدته؟ دقيقه. صحيح. أوكي حنان، خبرينا عن الكتب والإصدارات اللي أنت صدرتيها في موضوع تعزيز الرمسة الإماراتية.
نحن حاليا عندنا أكثر عن 12 ل 15 كتاب متخصص في تدريس الرمسة الإماراتية للأجانب. ما شاء الله. يعني عندنا الجمل والعبارات بالإماراتي وكيف ينطقونها بالإنجليزي والترجمة الإنجليزية، وحاطينها بعد أوديو أساس يعرف الطالب كيف ينطق الكلمات هذه. واو صراحة. فأنا يعني ما كنت أتوقع في يوم من الأيام بيكون عندنا هذا المحصول الثقافي. يعني جميل. تفاجأت أنا بروحي بنفسي. إذا سألتيني قبل 15 سنة هل تتوقعين في يوم ما بتكتبين كتاب، أقول لا. ولكن هي الحاجة، وهي دائما أن الإنسان ما يقول لا أنا ما أعرف ووقف، لا أنا أوكي ما أعرف، شو بإمكاني أنا أسوي؟ صحيح. كيف بإمكاني اليوم أملي هذه الفجوة؟ فهذا اللي خلانا اليوم نخلص كتاب ونعدل كتاب ونسوي كتاب ثاني وكتاب ثالث وكتاب رابع. فعندنا كتب للحوارات، عندنا كتب للأفعال، عندنا كتب للمستويات المبتدئة، المتوسطة، لكل شيء يعني جميل. قدر الإمكان. أوكي. إذا اليوم خلنا نقول حنان، قلنا يلا حنان اليوم أنت بتوفرين لنا منهج أو بتصممين منهج للأطفال خلنا نقول في المدارس لتعزيز الرمسة الإماراتية، شو تتوقعين حنان أن أنت ممكن تركزين عليه أو كيف تضيفين هالشيء؟ برد بعد بسأل هذا السؤال، هل اليوم أنا بدرس أطفال أصلا يعرفون كل إنجليزي ولا يعرفون عربي؟ نحن دائما نركز على الأطفال اللي ما توفرت عند البيئة التعليمية يتعلم فيها الإماراتي. فنحن مسوين كتاب اسمه الروتين اليومي للأطفال، إن أول ما يقوم من النوم شو الكلمات اللي يستخدمها، جميل. شو العبارات اللي يستخدمها مع أمه ومع أبوه، مثلا وين أتريق أو شو أتريق، متى بي الباص، متى بنسي المدرسة، متى برجع، هالأشياء والعبارات اللي يستخدمها، وحتى يوم يروح المول. فنحن مسوينها للأطفال مع كتاب التمارين. حلو. ولكن يعني في الجانب الآخر اللي هي الرمسة الإماراتية للإماراتيين، ويكونوا أصلا لشخص أوريدي يعرف إماراتي. فهني المنهج مختلف، وهني الطريقة والمحتوى لازم يكون شيء مختلف وما يكون في أي شيء إنجليزي. فهذا الشيء أقول نحن مش تخصصنا. نحن نتخصص في الناس اللي ما توفرت لهم البيئة التعليمية أو الأساسيات يعني. فحنان ما شاء الله يعني حققتي وايد نجاحات من خلال معهد رمسة والكتب والإصدارات اللي صدرتيها، وأيضا تفاعلت صراحة في السوشيال ميديا. إذا بسألك اليوم حنان في 2026 شو حلمك أو شو رؤيتك أو شو حابة تحققيه من المزيد؟ والله أتمنى أنه ما يكون في شخص في الإمارات أجنبي إلا ويكون عارف اللهجة الإماراتية. واو. ومو بلازم يتكلم بطلاقة، هذا KPI عالي ترى. مو بلازم يتكلم بطلاقة، أبا بس يعرف الأساسيات. حلو. يعرف كيف يسلم، يعرف كيف يعرف عن نفسه، يعرف يسأل الأسئلة البسيطة، يعرف كيف يقول شكرا أو مشكور ومشكورة، ويعرف كيف حتى يعايد في الأعياد وفي المناسبات المهمة. فاليوم يعني نحن اليوم نتكلم أن الشخص يعرف اللغة، مو بلازم يكون يعني يتكلم بطلاقة أو يكتب رسالة دكتوراه في هذا الموضوع، ولكن يعرف الأساسيات. نحن عندنا ناس عايشين في الدولة يعني أكثر عن 20 سنة و15 سنة أو حتى مرات 30 سنة وما يعرف يتكلم يعني. صح. جمل بسيطة، مجرد تسألينه سؤال مثلا وين الحمام يقول لك سوري I don't speak Arabic. فأنا عندي تحدي مع هالفئة. فأنا عشان شيء أوفر اليوم في حتى في منصات التواصل الاجتماعي يعني مخزون يومي من الكلمات والعبارات بشكل يومي فعلا. يعني أنا من 5 سنوات ما وقفت ولا يوم إلا منزله فيه فيديو أقول الطالب خليه يتعلم. فما أريد، بالعكس أثره يعني موجود والله الحمد. فما أريد أي شخص في الإمارات يقول أنا ما أقدر أتعلم إماراتي عشان إذا أنت ما عندك فلوس ترى أقولك في المنصات التواصل الاجتماعي فور فري. إذا أنت تبغى كتب أنا عندي كتب، إذا تبغى كورسات وحد يعلمك بالتفاصيل عندنا كورسات، تبغى أونلاين عندي أونلاين. فبس لا تقول لي أنا ما أقدر أتعلم إماراتي إلا تقول لي جملة واحدة إلا أنا كسلان. أنا هالجملة الوحيدة اللي أقبلها. فحتى يوم أخبر الطلاب يقولوا لا صح معاك حق، نحن أصلا في البلاد من 15 سنة ولازم على الأقل نتكلم. لا بالعكس، شكرا حنان، يعني فعلا اللي تسوينه أثر طيب في المجتمع ويعني وله مردود يعني صراحة، فألف شكر والله. وهذا أقل شيء نحن نسويه لدولة الإمارات، وأتوقع نحن كنا كمواطنين عندنا دائما هذا الرغبة أن نرد شيء بسيط ولو بشيء بسيط جدا للدولة. فأنا دائما عندي هذا الحلم وحصلت الرمسة يحقق لي هذا الحلم، عشان كذا متمسكة فيه بقوة وتفرغت وطلعت من دوامي وتفرغت للمشروع هذا اللي أنا أبغى يكتمل وبا يكبر وبا يتوسع، ونكون نحن فعلا المصدر الأساسي لتعليم الرمسة الإماراتية واللهجة الخليجية. جميل صراحة. وأتمنى أنا صراحة تشوف معهد رمسة يعني هو يكون يعني كمعيار كبنش مارك إن شاء الله خليني أقول للدول الثانية ويتعلمون منك حنان. يمرون علينا وايد باحثين ويسألونا دائما عن التفاصيل وكيف بديت وكيف سويت المستويات، وبالعكس نحن حابين ننشر يعني حتى العلم هذا
والرمسة الإماراتية يعني حتى أقول هي اللي بتملأ أجيال، لأن هي الوحيدة المحفوظة بطريقة تعليمية. صحيح. مقارنة باللهجات الأخرى. أوكي حنان، أنا أتوقع أن في خلينا نقول احتياجات تدريبية أو حتى ممكن نسميها احتياجات مجتمعية لبعض الجهات الحكومية أن تدرب موظفينها الغير مواطنين على خلينا نقول اللهجة الإماراتية، العادات الإماراتية، الثقافة الإماراتية. فكيف ممكن معهد رمسة، يعني أنا أشوف أن في وايد فرصة يعني للتعامل يعني ما بين جهات حكومية ومعهد رمسة. فكيف تشوفين هذا التعاون ممكن يكون مثمر؟ والله أنا أشوف أن لازم على كل شركة عندها موظفين أجانب وعندها بعد مواطنين. فهذه الشركات الحاجة تزيد أن نحن ندرسهم الرمسة الإماراتية والثقافة الإماراتية. طبعا جميل. نحن كإماراتيات كنا مرينا بهذه الحالة أن يوم يجي شخص أجنبي يعني وفد أجنبي ويسلم علينا ونحن نقول له لا. بالضبط. فلازم يصير هالإحراج ولازم يصير هذا الشرح ويصير فيه هذا الشيء الغرابة، يعني نوع من أنواع الغرابة، تحسين عدم أريحية والطرفين ينحرج والطرفين يعني أنا ما ودي أحرجه، وخصوصا هذا أول لقاء وأول انطباع، ولكن لأنه هو ما يعرف وأنا مضطرة كل مرة أعلم، فهذا شيء صعب. فبالتالي أنا أفضل أن دائما تكون في دورات يعني تعليم فيها الرمسة الإماراتية البسيطة، يعني اللي هي التحية، الأسئلة البسيطة، كيف يعرف عن نفسه. صح. ونفس الوقت يعني ويعرف الأشياء الثقافية الممنوعة والمرغوبة. جميل. يعني حتى مراتي يعني يقف الأجنبي بقرب يعني مثلا بنت إماراتية أو حتى مسلمة ما تفضل فتبتعد. فهو يقول ليش تبتعد وأنا أتقرب. ففيها الأشياء يعني فيها الاختلافات الثقافية تحتاج تعليم وهم يبون يعني هم يبون أصلا يتعلمون. ويعني اليوم مسألي أنت أي شخص بيقولش تبى تتعلم إماراتي نادرا ما يقولش لا. أكيد بيقولك نعم. أكيد يعني فدائما عندنا الشركات يقول نحن أول شيء سألنا الموظفين والكل قال يبا. صح بالضبط. وحتى كانت أتذكر مثلا خصوصا مع سوق دبي الحرة كانوا يقولون نحن مو متأكدين إذا بيون الموظفين ويتعلمون. فأنا قلت لهم يعني أنا متأكدة نبيون. ارسلوا بس سيرفي اسألوهم هل أنتم حابين، ونحن بعد مستعدين نوفر حتى ورشة واحدة ونشوف الحضور. فطرشوا وتوقعوا 15 واللي سجلوا 150 شخص. واو ما شاء الله. فهم يعني بروحهم متفاجئوا أن الرغبة موجودة، بس يمكن هنيها في مجال أو القسم المختص بالتدريب هو اللي لازم يعني يبادر يروج أو ينوه عن أهمية هذا صحيح. الشيء. فحنان خبرينا عن استراتيجية معهد رمسة، كيف إنه هو يعني خلينا نقول متوافق أو aligned مع استراتيجية تعزيز الهوية الإماراتية. أنا جدا سعيدة بإطلاق استراتيجية الهوية الوطنية لدولة الإمارات في سنة 25، وسعيدة هالمرة أن تم ذكر اللغة العربية واللهجة الإماراتية. جميل. أغلب المبادرات السابقة كلها تهتم باللغة العربية. صحيح. وهذا الشيء جيد. ولكن هالمرة فيه اهتمام أكثر في اللهجة الإماراتية المحلية. صحيح. فنتمنى تكون يعني الاستراتيجية هذه يعني حيز التطبيق قريبا، ويكون في تدريس الرمسة الإماراتية لكل شخص أجنبي. جميل. وأتمنى بعد يعني نربط اليوم تعلم الرمسة الإماراتية أو اللغة العربية مع الإقامة. فنفس النظام الماشي في أوروبا يعني أنه لازم على الأقل يكون صح. هو يعني مخلص المستوى المبتدئ. صحيح. فهالشيء اللي بيساعد، والكل يحب هالشيء، يعني الأجنبي يحب يتعلم. صح. ونحن نحب نعلم. بالضبط. وإن شاء الله تكون جهود مشتركة بين معهدكم والجهات المختصة. إن شاء الله.